هل كل السعرات الحرارية زي بعض؟ يلا بينا نشوف حقيقة الموضوع ده. كتير بيعتقدوا إن عشان نخس المهم بس إننا ناكل سعرات أقل. بس هل ده معناه إن كل السعرات ليها نفس التأثير على الجسم؟ تعالوا نتخيل رحلة 100 سعر حراري من الفراخ وقصادهم 100 من الشيبسي. الفراخ عشان بروتينها عالي بتحسسنا بالشبع لفترة طويلة. أما الشيبسي فبيتهضم بسرعة جداً وعشان كده بنجوع تاني على طول. الفراخ بتظبط سكر الدم وده بيدينا طاقة ثابتة ومستمرة. لكن الشيبسي بيرفع السكر فجأة وبعدين يهبط وده بيحسسنا بالخمول. الجسم نفسه بيبذل مجهود أكبر عشان يهضم البروتين فبيحرق سعرات أكتر. والأحماض الأمينية اللي في الفراخ الجسم بيستخدمها عشان يبني العضلات. يعني سعرات البروتين مش مجرد رقم، دي ليها وظائف مهمة جدا للجسم. الجسم مش مجرد فرن بيحرق وخلاص، لا ده معمل كيمياء بيتفاعل مع الأكل. جودة الأكل بتبعت إشارات وتعليمات مختلفة للجسم بتأثر على كل حاجة. الأكل المصنع بيبعت إشارات بتلخبط الهرمونات ومعدل الحرق عندنا. يبقى الخلاصة إن الموضوع مش بس عدد سعرات، الأهم هو مصدرها إيه. فدايما قبل كل وجبة نفكر إيه الرسالة اللي الأكل ده هيبعتها لجسمنا.